اللي فقير ما يتزوجش. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الذين آمنوا من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإن لم تستطع فصم. ماذا تصم؟ تصم الزواج. هذه هي. ما الباءة في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت 25 ناقة، الآن الناقة دير 40 مليون. 40 في 25 كي يكونوا عندك هذوك الدراهم تتزوج، ما عندكش هذوك الدراهم تبلع فمك. السلام عليكم. صحة 40 دجاجة تفوت ولا خاص 40 ناقة؟ 40 دجاجة ولا 40 أرنب وبنينة فوتوا ولا ما خص ناقة؟ بالله عليكم كيف عرفت أن هذه المتكلمة الآن هي مدربة تنمية بشرية ربما دخلت في علاقة زواج فاشلة أو ربما لم تدخل في علاقة زواج من الأساس وتريد تدمير بنات المسلمين؟ الله المستعان. بعض الكلام يكفي أن تقول لصاحبه أنك مخطئ واخرس ولا تتكلم مجددا، لكن لوجود بعض الناس ممن قد يتأثرون بهذا الكلام يعني نجد أنفسنا مضطرين للإجابة والله المستعان. أولا لو كان الأمر كما تقول وأن الباء هي 40 ناقة أو 25 لا أتذكر لكان هذا من تكليف المؤمنين ما لا يطيقون، لكان الله سبحانه وتعالى بهذا كلفنا ما لا نطيق، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن حاجة الإنسان إلى الزواج هي حاجة غريزية طبيعية مغروسة فيه. لذلك نجد مثلا الإدمان على الإباحية هو من أصعب الإدمانات. لماذا؟ لأنه إدمان على شيء مغروس في الإنسان أصالة ويحتاج إليه الإنسان، عكس إدمان مثلا على المخدرات. الإدمان على المخدرات أقل درجة من حيث الصعوبة من الإدمان على الإباحية، وهذا بشهادة الخبراء، لأن الحاجة للجنس الآخر سواء كنا ذكورا أو إناثا هو أمر غريزي فطري. فإذا أمرنا الله بالزواج ثم اشترط علينا للزواج 40 ناقة فهذا سيكون من تكليف المسلمين ما لا يطيقون، وهذا طعن ليس في الرجال، هذا طعن في دين الله سبحانه وتعالى وأنه دين غير واقعي. أولا قولها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا. أي ملحد زنديق هكذا لا يعرف الدين ولم يشم رائحة الإسلام ولا يعرف الإسلام يفرق بين الخطاب النبوي والخطاب القرآني، يعرف أن يا أيها الذين آمنوا هي خطاب قرآني. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يا معشر الشباب، فحتى لو أخطأت لن تخطئي هذا الخطأ الفادح يعني. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هي ماذا قالت؟ قالت الباءة هي 40 ناقة والناقة هي 25 مليون ولا يتزوج الفقير. أنا لن آتيك بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم فقراء، ولن آتيك بقصة علي رضي الله عنه أنه تزوج فاطمة بدرع، ولن آتيك بكل هذه القصص، سأتيك بآية قرآنية. يقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أنكحوا معناها زوجوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والعبد هذا لا يملك نفسه ناهيك عن أن يملك 40 ناقة، مع هذا أمر الله سبحانه وتعالى بتزويجه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء، إن كان هذا العبد فقيرا يغنيهم الله من فضله، يعني إن كان هذا الذي زوجتموه فقيرا سيغنيه الله من فضله. فكيف تأتي عجوز شمطاء في القرن الخامس عشر ترد كلام الله سبحانه وتعالى وتقول الفقير لا يتزوج؟ ثم قالت من لا تخاف الله أن الصوم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصوم يعني الصوم عن الزواج. الله المستعان. إن لم تستطع فصم. ماذا تصم؟ تصم الزواج. الصوم لغة هو الإمساك، يعني أن نكون نفعل شيء ثم نمسك عن هذا الشيء، نتوقف عنه. ونحن هنا نتكلم عن شخص لم يتزوج، فكيف يمسك عن شيء هو لم يكن يفعله سابقا أصلا؟ نحن نمسك عن الأكل لأننا نستطيع أن نأكل في أي لحظة، نمسك عن الكلام لأننا نستطيع الكلام في أي لحظة، لكن الزواج كيف نطالب شخصا أن يمسك وأن يصوم عن الزواج وهو لم يتزوج أصلا؟ ولكي ترى التناقض هي قالت الفقير لا يتزوج، ثم بعدها قالت النبي قال أن الباء من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباء هي 25 ناقة. طيب يعني حسب كلامك أن اللي عنده 20 ناقة ما يتزوج مع أنه ليس فقيرا، والتناقض هو في قولها أن الفقير لا يتزوج. طيب اللي عنده 20 ناقة هو لم يبلغ الباءة حسب قولك لكنه ليس فقيرا، واللي عنده 15 ناقة لم يبلغ الباءة حسب قولك لكنه ليس فقيرا. ثم هذا الحديث ورد في رواية أخرى قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء من ماذا؟ وجاء من فتنة النساء، وجاء من إطلاق البصر ومن عدم إحصان الفرج. فالله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا شهداء على هؤلاء الذين يكذبون على الله ورسوله. البعض عندما يسمع كلامه يقول لي عاد لماذا ترد على هذا الكلام؟ لكن هو لا يعلم أن كم الرسائل التي تأتينا يقول لك انظر رد على هذه رد على هذه، وفي كلام أسفه من هذا. الله المستعان. نسأل الله الهداية لنا جميعا، والسلام عليكم.